اليوم صراحة أنا كنهضر في هذا الفيديو هذا وأنا مغدد في الراس ديالي غادي تفرقع. علاش؟ حيت أنا عندي غيرة على الدين ديالي. علاش غنهضروا اليوم على إلياس المالكي، الحوتلة ديال المجتمع اللي متبعينه غير البراش. ملي كنقول براش ما قصدش أنا ولد في عمره 16 15 17 20 سنة، في عمرك 30 سنة ومتبع ديك الخرا هذاك، راك بروش خصك تمشي تراجع راسك، ولا تسيب شي جبال، ولا شوف ما دير أخويا. اليوم غادي نهضروا على إلياس المالكي. قبل ما نهضر على الحاجات اللي عملوهم اللي ما عملوهمش ولا الاشياء اللي علاش كنكرهو دابا، واللي انت اذا كنتي مسلم طبعا خصك تكرهو، غادي نهضروا شكون هو الياس المالكي اصلا من الديبار. هادشي كتبته كامل. علاش اذا جيت نهضر راه غنصدق ساب بقى شي هضره ما خصنيش نقولها، ما خصنيش حاجه نحطها في يوتيوب، نقدرش. قررت انني نكتب ونحضر راسي اش كنقول باش نقدر انني نهضر معوض، باش نقدر نجمع الافكار ديالي. حتى الا حطيتي حضيره غنرسل وجهو، ميمكنش. اي مسلم عنده حرقه في القلب ديالو على الدين ديالو راه يهرس وجهو. انا ما كندعيش للعنف، ولكن اخويا هادشي اللي عطا الله. انا قلبي كيحرقني وعندي الدين ديالي عزيز عليا وكنغير عليه، غنديرها، ما نفطنش براسي. نبداو. الياس المالكي واحد الشاب من الشعب، عايش كأي واحد من الشعب، كعامة الناس، يعني إنسان عادي كان في أمان الله، عايش بحال عباد الله. وبحكم التكنولوجيا ولات متاحه بشكل كبير في الايادي ديال عباد الله، التليفون دابا كتهزو كتصور كتحط في يوتيوب عادي. كان في واحد الوقيته كان كيصور الافلام القصيره، ماشي كيصور دائما، كاين شي مرات كان اما كيتصور مع الناس اللي كيديروا افلام قصيره، واما كيتصور هو في ديك الافلام القصيره مع عباد الله. وكان كيحط في الانترنت بين قوسين اليوتيوب. طبعا ملي ما جابش الله في الافلام القصيره في يوتيوب، ولا كينتقل بدا كيدير القمر. كان كيقمر اصلا ديجا، ولكن دابا ركز عليها اكثر، جا كيديرها بزاف. كان كيقمر على الكره، الوداد مثلا لعبه مع الراجل كيقول لك الوداد تربح، كيقمر عليها واحد ما عرف 2000 ولا 3000 درهم، المهم يدبر راسو شحال كان كيقمر وين قمار. حتى جات عنده واحد القناه اللي بالنسبه لي اخر قناه، اذا كنت عامل عندها سبسكرايب اخويا ما تبقاش دوي معايا. اخويا كتبع داك الشيء هذاك، ما دويش معايا. معروفه عندكم شوف تيفي، دويش معايا نتبع اذا كنت متبع داك الشيء هذاك. جات عنده شوف تيفي كدار معاه على القمار، المهم ملي هضروا معاه على ديك القمار وداك الشيء هذاك، تشهر ماشي تشهر، ولكن تعرف نسبيا عند الشباب. الياس مالكي مراهن حاجز على جائزة أكبر مراهن في شمال إفريقيا. يعني ولا بنادم شويه كيعرفو، هو يقرر انه يدير قناه في يوتيوب مسميها على اسمه الياس المالكي، كان كيدير فيها رياكشن على الفيديوهات ديال عباد الله، على فيديو كليبس واللعيبات، وعلى الجيمنج، يعني بنادم كيلعب في يوتيوب وكيتفرج فيهم وكيعمل عليه رياكشن. الفيديوهات ديالو كانوا عامرين سبان وقذف وا المهم متبعينو غير البراج، شي واحد العقل ما يتبعوش. واش اصاحبي انت كتفرج انت كتعرض للسبان وعاجبك الحال؟ انت اخويا ما عندك كرامه، وقيل الله اعلم. في ظرف شهرين تبارك الله عليه. انا ديما انا شو، انا ما حقد على حتى شي واحد، عارف عيالك اللي كيجبدوك. انا ما حقد على حتى شي واحد. عمل لك 500 الف سبسكرايب في شهرين، ودار لك 7 المليون، هو بيدو قالها في واحد من اللايفات، قال لك انا درت 7 المليون في شهرين كذا 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 كذا. تبارك الله عليه. انا بيدي واحد من الشباب ديال المغرب، وكنبغي الخير ليا ونصحابي واي واحد من الشباب المغربي المقهور اللي كيقلب على راسو يوصل حتى هو، ولكن بهذه الطريقه لا، بهذه الطريقه اسمح لي. حيت اللي متبعينك براش ما كاين غير الصغارين، وحتى اللي كبارين حتى هما كيتاثروا بك بزاف. راه كتجمع لينا غير بس، كتجمع لينا غير الحوتاله فحالك انت كيعملوا كوبين الشخصيه ديالك كولي، بقينا نتعاملوا معاك كتزيد انت تجبد لينا حنا، تبقى تصاوب لينا بنادم بحالك. المهم المحتوى ديالو كان عامر بسب وقذف كيخلي ما يقول حتى واحد النهار حرف الكلام ديال الله. وانا داوي معاك اخويا، راه قول انتوما امين. انا ما حافظش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تماك تهجموا عليه بعض الناس اللي ماشي كل شيء، حيت كاين اللي ما عندوش غير على الدين ديالو، تهجموا عليه بعض الناس وقدم الاعتذار ديالو على اساس انه عمره ما غادي يعاود هذاك الشيء اللي توقعوا، انه حرف القران واحد المره، قال لك غير بالضحك ولكن ما غاديش يعاودها. سمحوا لي حيت كانت مره واحده، ياك اعتذر ان شاء الله ما يعاودهاش. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا خسق ومن شر النفاثات في العقد. وعاودها كيف ما كتشوف. مجددا قدم الاعتذار ديالو عاوتاني في انستغرام واللعيبات في ستوريات وداك الشيء. انا كمسلم ما كنقبلش الاعتذار ديالك. انا شاهد عند الله انني ما قابلش الاعتذار ديالك. حتى هذه ماشي المره الاولى، هذه المره الثانيه. المره الاولى كدوز، الغلط كيدار، ما كاين حتى شي مشكل. لكن المره الثانيه ذا فاك،
واخا تكون حمار، راه كلام الله هذا، ماشي غلطتي في حق شي حد، غلطتي في حق الله. ما فهمتش في حق الخالق اصاحبي ديالك. كاين مشكله، كاين شحال من واحد قبلوا الاعتذار ديالو. ما انا ما فهمتش انا كيفاش قبلوا الاعتذار ديالو. كاين اللي قبل الاعتذار ديالو، كاين اللي دافع عليه، كاين اللي أنا ما فهمتش. اذا كنت يا خويا انت من دوك الناس اللي دافعوا عليه وقبلوا الاعتذار ديالو، اخويا راك عندك خلل في الدين ديالك، وخاصك تراجع الايمان ديالك في الله، وخاصك تراجع راسك وبزاف ديال الحاجات. حيت كون كنتي مسلم، وانا كتبت انا، كون كنتي مسلم وكتغير على دينك وعندك النفس وراجل، ما غاديش تقبل الاعتذار على الاقل. والو على الاقل تزوج سبسكرايب. واحد تخلى على حق الله، تخلى على الدين ديالو، باع دينو على ود واحد كيعمل فيديوهات في يوتيوب. واش هادو الناس فيهم الخير؟ واش هادو ناس غادي تعيش معاهم؟ انا بيني وبينك رجعت كنخاف على المستقبل ديالي وعلى ولادي. وانا كتبت عاوتاني هنايا، انا وليت خايف من المستقبل. حيت ملي كنشوف الجيل الصاعد كيدافع على اللي كيحرف كلام الخالق، كنقول في راسي كيفاش غنعيش ولادي وهادشي لا ولدتهم في هذا المغرب. كيفاش غنعيش ولادي مع هاد الناس؟ الناس يقدروا ياثروا لي في ولادي. اذا كنت انت متبع الحوتاله واثروا فيك، رجعتي انت حوتاله وولادي ولدتهم ديتهم مدرسه يقراو معاك او مع ولادك حتى انت، حيت مادام انت حوتاله في حالك، غادي يولي لي انا ولدي حوتاله على والو. ربي وقري وكبر وضرب تماره، في الاخر يخرج لي انا كي بايع دينو على ود انفلونسر في يوتيوب. هاد الدرجه ترجعوا لي انا ولدي قليل النفس. ما بغيتش انا ولدي يكون قليل النفس على دين. هذاك الشيء انا ما حاملكش الحوتاله المالكي. اصلا من شحال هادي هو ديما كان حوتاله. الياس كان كيروج للفجور والفسق والقمار. قمر راهيت هادو واخا يبقاو يقول لكم ما تقمروش، راه هما اللي ما يبغيوش لكم الخير ماشي انا. في هاد البلاد قمر قمر صاحبي. شحال من صاحبي انا كنعرفو صاحبي دار طوموبيل ودار صاحبي غير بورقه دخلت لي الهبه 100 مسلم. قمر كان حرام في واحد الوقت. ومادام متبعين غير البراش، فراه غادي يكبروا معانا غير الحوتاله والقماره واللي كيسبوا الدين واللي كيبيعوا دينهم على ود الانفلونسر والفاسقين وا هيدي جد نسبه نبقى هنا. هادشي كامل كتبته باش ما نبقاش نسب بزاف. دابا انا بلاتي، كيفاش انا بغيت نحس بالامان؟ كيفاش انا بغيتي انا نعمل في عمري واحد 40 ولا 50 ولا 60 سنه، وهاد الجيل صاعد هو اللي غيكون الطبيب ديالي، هو اللي يكون استاذ ولادي، هو اللي يكون. كيفاش بغيتيني انا نتعامل مع هاد الناس هادو؟ كيفاش بغيتيني نعيش مع ناس كيبيعوا الدين ديالهم، مبادئهم، كرامتهم على ود انفلونسر ولا هذا شي بولشيت؟ شي لا ما بان شي انفلونسر اخر في الفيوتشر عاوتاني كيسب الدين وشي بحال هكا. النصيحه اللي غادي نعطيه هي اللي عنده شي ولدو يحضيه مزيان شنو كيشوف داك التليفون. ما قادش اخويا تربيه تربيه حسنه ديك ما تولدوش. كمان انا كنشوف راسي دابا ما قادرش ما نولدش، واخا نكون مزوج ما نولدش. وصافي في هاد الارض السعيده. كذب عليكم، انا واحد الانسان صالح. هاد القناه كامله سميتها بيرسونال كونفو، كونفرسيشن لي بيرسونال، كندوي انا من راسي بنيتي، كنزوقش الهضره، كنخسرش الهضره، رغم ان هذا خص اللي يخسر عليه الهضره احتراما للناس اللي كيتفرجوا في الفيديو. اذا هاد خونا ما تشبرش والدواء فين يتربى، انا عرف ملي هاد الشعب ما فيهش الخير. حيت مادام نتوما شعب ما هضرتوش على اللي سب لكم الدين واللي سبكم نتوما واللي حرف كلام الله وبعتوا الدين ديالكم على ود انفلونسر، انا كنخاف تبيعوني، كنخاف تكون تكبر تولي بوليسي ويوقع لي شي قضيه وتبيعني انا، حيت ما عندك مبادئ. خاف تكبر تولي طبيب ونجي عندك مريض وتبيعني انايا عاوتاني، حيت ما عندك مبادئ. انت بايع دينك ما تبيعنيش انايا. اخويا نخاف، اخويا انت تبيع امك تبيع باك، راك بايع دينك، راك بايع كلام خالق. ما تبيعنيش انايا العبد الضعيف. في كورس تبيعني. واش غادي نقول لكم؟ والدين ردوا بالكم ولادكم شنو كيشوفوا في داك التليفونات، ردوا البال مزيان. والسلام عليكم ورحمه الله. الحاجه الاخيره اللي غنقول، لا حول ولا قوه الا بالله. باي.